كنا انا وراجلي تناقشنا واحد النقاش كان. المهم العقل ديال الصغر صراحه انا اللي كان فيا لافوت. كان نقول لكم كاع شنو شنو هو الموضوع اللي تناقشت عليه باش تعرفوا ربي الا بغى لكم شي حاجه تدبزوا عليها ولا شي حاجه مكتبه لكم توقع على ابسط الامور، شي حاجه تافهه. واحد النهار كان هو في تركيا ديك الساعه، يعني فاش ما مشيتش معاه انا مشى كان اذن المغرب، وحنايا في هذيك الوقت كنا كنهضروا، كان كيصون عليا كنهضروا ديما في المغرب. وانا كنت كنطلع للدار الفوقانيه حيت احنا عندنا في دارنا عند بابا كاين الطاج الاول الطاج الثاني، انا كنطلع للطاج الثالث كنهضر في التليفون معاه. لتحت كتكون ماما وخويا كيكون صداع، صافي انا تما كنهضر وكناخذ راحتي. صافي واحد النهار طلعت باش نصوني ليه حيت شفتو تحت الماسولاش، طلعت صونيت. فالصونيت ما جاوبنيش. المره الاولى ما جاوبش، المره الثانيه ما جاوبش، انا داك النهار ما عاد كنت مديرونجيه ما عنديش المورال. صافي صونيت ليه ما جاوبنيش. فاش سالا هو الصلاه ديالو، هو كان مشى يصلي في الجامع، فاش سالا الصلاه عاد صونا ليا. صافي لقاني شحال قلت ليه انت علاش ما كتجاوبنيش، علاش كذا، واش خصني نصوني 20 مره باش تجاوبني؟ انا مشيت نصلي، واش ما غتسنيني زعما حتى نصلي وغادي نجاوبك، ولا كندير شي حاجه تسناي؟ قلت لي لا سيدي ما نتسنى. المهم انا كنت اصلا اختكم جامعه داك المشاكل د الوراق وداك الشيء، صافي كنبقى نخوي فيه السم ديالي مسكين الله يسمح لي منه في ديك البيريود. قال لي صافي هو يقول لي هو يشعل تا هو صافي بحال صافي عيا من هذاك الهبل ديالي اللي كيقولوا. قال لي واش انايا لا قالت لي فين كنتي ما كنتيش بالجامع كتكذب عليا وكذا. قلت لي واش انت هاد الهبل ديالك ما غاديش تنقصيه، واش انت يا حمقى، واش فين غادي نمشي، انا كنت في الجامع وما تيقتينيش وما كتثقيش فيا. لا قلت لها سيدي انا ما تيقاش فيك. صافي ويقطع لي التليفون. عرفتي ملي يقطع لي التليفون ناري في ديك اللحظه كون كان حدايا ما عرفتش كنت غندير، ما حملتش راسي. صافي بقيت معصبه، بقيت في الفوق. شتو ما صون حيت موالف الا سميتو زعما قطع عليا ولا قطعت عليه قلت ليه عاودي صوني ليا. صافي داك النهار ما صوناش، شتو ما صوني. صافي هبطت في حالي، درت بحال ما كاين والو، ما بينتش لماما لا تا بابا لا تا واحد. صافي عادي. هذاك النهار ليله كامله ما صوناش، لا غد ليه صباح كامل ما صوناش، ما صيفط لا ميساج لا والو. ويلي هذا مالو اشنو كاين؟ صافي انايا باش ما نبينش، حيت انا راجلي نورمالمون كان كيصوني ليا في الصباح، كيصوني ليا وقت الغدا، كيصوني ليا في العشيه، كيصوني ليا في الليل. يعني انا فاش غنكون حدا ماما وغتشوف التليفون ما تحركش ما هضرت ما والو، نوضي يا ايمان باش ما يعيقوش بيك. مشيت عند عمتي جلست عندها واحد يومين تقريبا باش هما ما يعيقوش بيا. صافي والو هذاك السيد هذيك يومين ما صوناش. صيفط لك قلت لي شنو كاين، جيني نيش انا ولد الناس قول لي شنو كاين. واه الشيء بزاف. صافي هو يصيفط لي واحد الجريده، انت ما كتثقيش فيا انت كذا، الناس كيعمروا لك راسك وتجي انا تخوي فيا داك الشيء، وانايا مقاتل باش نجيبك عندي، وانايا كنوجل زعما باش نجيبك عندي هنا لتركيا، وانت يا والو ايمان انا صافي عييت بهاد المشاكل وكذا. وقيله صافي كل واحد يشد طريقه. صافي ملي قال لي ديك كل واحد يشد طريقه، صافي اختكم عرفتو في ديك اللحظه كتحسي واحد العافيه شاعله منك انك يلاه تزوجتي. ديك الساعه تزوجنا بشي عام ونص تقريبا، عامين ما كاملاش. يلاه تزوجتي، جالسه في دار والديك، ما تجمعتيش مع هذا الراجل، المشاكل غير في التليفون. صافي ترى مشكل قد هكا، قال لك انا عييت صافي ما غاديش نقدروا نكملوا، واقيلا كل واحد يشد طريقه، وهي في لحظه غضب الواحد ما كيعرفش شنو كيقول. صافي ملي قال لي داك الميساج، صافي صافي قلبت ساعه بخرى. مشيت لدارنا لا غدت ليه، قلت لماما هاش كاين وهاش كاين. قلت لها سيري قوليها لبابا. صافي وقفنا على الطلاق. صافي بابا كذا قال لي بابا هادشي اش تبرهيش، واش نتوما حماق يلاه تزوجتوا ما قادرين تصبروا على بعضياتكم وكذا وكذا. صافي قلت لي بابا صافي هادشي اللي كاين. قلت ليه ما كتبش نكمل انا وهذا السيد. صافي قال لي بابا قول ليه يهبط نتفاهم معاه يجي عندي نهضر معاه. صافي جا راجلي ديك الساعه باش زعما يدير خطوه، نديرو سميتو ديال الطلاق. صافي جا شد محامي دفعنا. قال لي زعما الخطوات اللي غنديرو باش نديرو طلاق اتفاقي وكذا وكذا. صافي جلس مع بابا مشى تلاقى معانا، ما كنتش معاهم. انا ديك الساعه كنت مخيمه مع خالتي في واحد لوطيل في اكادير. كنا ديك الساعات كان الصيف. صافي تلاقى مع بابا، هضروا هذا قال لي عمي صافي
صافي قال لي انا وايمان ما عندناش فين نزيدو، ولا بيناتنا مشاكل بزاف ولا صداع ولا كذا. صافي قال لي بابا ما عندي ما نقول لك اولدي، الله يسهل عليكم كيما دار ربي الطلاق راه دار الزواج. صافي هضر معايا انايا فاش تلاقى مع بابا ديك الليله، قالت لي قال لي ايمان خصني نتلاقى معاك نهضر معاك باش نحطوا نقاط على الحروف. انا ديك الساعه اختكم ما حاملاش نشوف وجههم، حتى البنات في ديك البيريود ما عرفتش ما راجلي ما كنتش كنحملو. صافي كرهتو واحد الكره، ما عرفتش يا رب، ما عرفتش صراحه والله واش كانت شي حاجه بيناتنا، ما نعرف نبع على الظن اثم. صافي فاش قال لي نتلاقاو قلت ليه واخا، وبزز مني. صافي مشيت تلاقيت مع ديك الساعه في واحد القهوه كانت في السلام، مشيت في الطاكسي هو كان جا. صافي جلسنا في واحد القهوه، طلعنا الفوق انا وياه، كانت خاويه، كنهضروا هو كيشوف فيا وانا كنشوف فيه، وانا عينيا مغرغرين بالدموع وهو كذلك. صافي قال لي راه غدا غنمشيو عند المحامي وكذا وكذا. صافي قلت ليه واخا. صافي هبطنا من هذيك القهوه، قلت ليه بسلامه عليك. بقيت انا غادا اختكم كتمشى وهو مورايا كيعيط ليا ها كيفاش باش تشدي الطاكسي. قلت ليه انا ديك الساعات حيت هو مورايا وانا كنتمشى كنت كنبكي ودايره نظر كحلين ما كيبانوش عيني، ولكن الدموع كانوا هابطين وما بغيتش ندور عنده باش ما يشوفش الدموع ديالي. صافي هو يقول لي ايمان وقفي تسنايا كيف فلوس قلت لي ما باغاش انا فلوس الطاكسي بسلامه عليك الله يعاون. صافي مشيت بقيت كنتمشى بالزربه باش ما يلحقش عليا. صافي لقيت الطاكسي ديال الدشيره، شديت الطاكسي صافي وانا نمشي. صافي على اساس غدا لا غد ليلي غنمشيو عند المحامي غنمشيو باش صافي نقولوا شنو عندنا باش ندفعوا الدوسي ديالنا باش نطلقوا. صافي جلسنا حدا هذاك المحامي، هو ديجا هضر مع المحامي قال لي انا راه بحال غير بغيت نوعيها، بغيت نفيق ليها عقلها. وبصح انا ديك الساعه كان عقلي طايش، كان عقلي صغير، ما كنتش كنعرف شنو كنقول، ما كنتش يعني اللي جا فمي يقول. كنت كنتعصب بزاف يعني ما نقدرش نراعي لهذاك الانسان اللي معايا يعني اللي حدايا فهمتوا. فكنت متسرعه. فهو ديجا هضر مع المحامي قال لي راه انا ما غاديش نطلق مرتي، راه انا ماشي حمق، انا راه ماشي ولد الحرام باش انني نضحك على بنت الناس وكذا، راه غير كانت لحظه غضب وقلت لي هذيك الهضره، ولكن بغيت هذا. وديك الساعه مشيت انا وماما حيت قال لماما اجي معاها. مشيت انا وماما، وماما كانت جالسه بحال قلتو هنايا وانا جالسه هنا وهو قدامي، والمحامي كان جالس هنا. صافي هو يقول لي هذاك المحامي قال لي ايوا بنتي راه الزواج راه صبر راه كذا. كنقول دابا اش كيخرب كيعطي حنايا صافي غنطلقوا وعاد كيجي كينصح فيا الصبر لا كذا لا كذا. انا دايره بحال هكذا وراجلي قدامي، راجلي كيشوف فيا وجهه مقدر انا وجهي كيشوف هذا الفيديو. صافي بقيت كندير بحال هكذا وهذا كيهضر وكذا وانا كندير غير بحال هكذا. صافي شويه هو يقول لي المحامي ايوا راه نوضي بوسي على راس راجلك، راه راجلك ما باغيش يطلقك. قلت ليه نعم مع راسي بوس ليه راسو علاش. قلت ليه كيفاش، قلت ليه حنا غادي نطلقوا علاش غنبوس ليه راسو. قال لي لا راه راجلك كيبغيك وراه ماشي باغي يطلقك، راه غير الصبر وهذا الشيء ضروري في البدايه ديال الزواج، الا ما صبرتيش وما صبرش هو راه ما غاديش تكملوا، راه واحد كيكمل الاخر وكذا. هو غير بغى يبين لك باللي راه زعما هاد الشيء اللي طاري بيناتكم راه شي حاجه اللي تافهه، راه ما غيطلقكش هو على شي حاجه اللي تافهه ولا غتفرقوا على شي حاجه اللي تافهه. قلت ليه لا، قلت ليه انا جايه على اساس صافي غادي نطلقوا يعني ماشي اللعب بحال شي حاجه هكذا. قلت ليه انايا جايب معايا الوالده ديالي وكذا صافي غنطلقوا. قال لي لا وكذا وكذا وكذا. صافي قال لي خصك تنوضي تبوسي لراجلك راسو تا هو يبوس لك راسو. صافي نط درت يديك بحال هكا، ما بس الصراحه ما بس درتها بحال هكا على راسي حيت كنت معصبه ما نكذبش عليكم. صافي واحد الانسان ما تفاهمتيش انت وياه قال لك صافي كل واحد يشد طريقه، صافي كل واحد يشد طريقه. صافي جيت جلست بلاصتي حتى هو بات لي على راسي. صافي بقى كيهضر هو والمحامي وكذا. صافي قال لي شكرا وكذا. صافي خرجنا هو يعنقني بحال هكذا وبات لي على راسي وعنق ماما حتى هي. صافي قال لي يلا نمشيو نجلسوا في واحد القهوه نشربوا شي حاجه. وديك الساعه سميتو صافي مشينا شربنا عصير مع ماما وداكشي تعشينا دوزنا المهم ديك الليله مزيان. صافي في الليل مشيت انا وياه للدار، ماما مشات للدار. صافي واو حيتاش راه راجلي راه ما طلقنا حتى شي حاجه. صافي في الليل قال لي
راني غنديك معايا لتركيا، راه صافي راه هزيت الامور ديالي وراه لقيت الدار وكذا وكذا وكذا. صافي صونيت على بابا، قلت ليه بابا اش كاين اش كاين اش كاين؟ قال لي بابا شنو؟ لا ما كاينش هذا الشيء، ما غاديش تمشي معاه لتركيا. غير باش نوضح لكم البنات واحد الحاجه، حيت نسيت ما قلتهاش لكم في هذاك الفيديو نيت، حيت هنايا حتى غدي حتى جيت نعاود الفيديو نسيت واحد النقطه ما شرحتهاش لكم. يعني في البيريود اللي انا وراجلي ديك الساعه تناقشنا ومشينا عند المحامي وجينا صافي رجعت المياه المجاريه، مع ذلك طلقنا حيت خصنا نكونوا دافعين ديك الورقه اللي قلت لكم ديال الكاباسيداد. يعني طلقنا غير في الورق، يعني طلقنا في الورق، وعاد ديك الساعات مشينا لتركيا باش نتسناو الورقه حتى تخرج لينا. واش فهمتوني؟ يعني حنايا ما طلقناش بصح، ولكن طلقنا في الورق حيت طلبوا لينا ديك الورقه، ضروري خصنا نديرو ديك الخطوه ديال الطلاق باش يخرجوا لينا الورق. ديك الورق ويديك معاه لتركيا ويديك معاه لاسبانيا، ما عندك ما ديري في تركيا. قلت لي ولا بابا راه ما يمكنش، راه راجلي راه كذا راه كذا راه كذا. قلت لي راه ما يمكنش نبقى انا هنا دابا، من طاحت لينا الفرصه اننا نتجمعوا بجوج بعدا في واحد البلاد بما يتصايبوا لينا ورقنا لاسبانيا وغنمشيو. يقول لي بابا دبري راسك صافي. قال لي ما عندي ما نقول لك. قال لي غدا ولا بعدا توقع لك شي حاجه دبري راسك. قال لي انا ما بقيتش مازال تصدعي لي راسي. قلت لي صافي بابا. صافي داكشي اللي كاين. جمعت، مشينا، صافي جلسنا مع بابا بحال ما كاين حتى شي حاجه. بابا فيه واحد الحاجه زوينه، ما كيبقاش يعاود لك الهضره ولا في الموضوع ولا ينقر عليك ولا صافي. وما صافي الا شافني مثلا كيقول لي الا شفتك بغيتي شي حاجه ما غاديش نجي نعكس لي تقولي لي غدا ولا بعد لا انت السبب لا انت اللي ما خليتينيش لا انت. حتى في الزواج هكا قال لي انا ما بغيتش نجي نقول لك ما تزوجيش. قال لي حيت انا كنت كنشوف فيك واحد، بغيت نشوفك زعما بمنصب ديالك ببلاصه ديالك زوينه خدمتك وكذا. قال لي الراجل وقت ما بغى يجي، قال لي ولكن ملي جا هاد ولد الناس صافي قال لي ما بغيتش نحبس لك رزقك باش غدا ولا بعدا ما تقوليش انت السبب، انت اللي كذا انت اللي كذا. فهمتوا؟ صافي داكشي اللي بان لي حتى في السفر. يعني قال لي انا صافي، قال لي بغيتي تمشي مع راجلك سير الله يعاونك. صافي داكشي اللي كان. صافي مشيت مع راجلي لتركيا، دوزنا تما ايام زوينه صراحه حتى هما في اللوفيل وكذا. صافي فاش تجمعنا انا وياه، حيت هذيك اول مره غنتجمع مع راجلي من بعد الزواج، يعني نبقاو مده طويله، حيت انا طوطال ديال تركيا جلست فيها عامين. يعني جلست العام الاول انا وياه، والعام الثاني جات عندي ماما وخويا. فهذاك العام الاول اللي جلست فيه انا وياه تما بداو كيطراو ثاني مشاكل، يعني بداو الاحتكاكات. وليت كنعرفو بزاف ولا كيعرفني بزاف. قال على هذا كان كيمشي الخدمه كيتعطل ما كيجي حتى الليل، كانت الطريق شويه بعيده. حنا كنا في اسطنبول وهو كان خدام في واحد البلاصه بعيده على اسطنبول بشي ساعه ديال الطريق. وانا كنت كنبقى في الدار، يعني كيخرج من الدار مثلا مع ديك 8 الصباح ما كيجي حتى 7 العشيه 8 العشيه، يعني اختكم كتبقى النهار كامل في الدار. كنبقى كنطيب كنجمع كنمشي للمدرسه نقرا لونجلي، كنمشي نتريني كنجي النهار يلاه وصلت 4 العشيه. المهم صافي المهم بزاف ديال الحاجات طراو مشاكل كنتصالحوا، كنطراو مشاكل كنتصالحوا. ايوا صافي حتى حنا ديك الساعات راه دافعين الدوسي ديالنا في المغرب باش يخرج ليا باش يخرجوا ليا الورق ديال التجمع. جات معايا ماما وخويا جاو معايا لتركيا. صافي جلسنا في تركيا، جلست معايا ماما. صراحه دوزنا احسن ايام. كان ديك الساعات المنتخب لاعب كنا كنسهروا. صافي من بعد ماما خويا ما ولا في تركيا، قال ماما والو خصني انا ما بغيتش مازال تركيا، غنبغيت نمشي للمغرب. صافي قطعنا ليهم وصافي جات ماما هي وخويا وبقيت انا وراجلي في تركيا. حيت هذيك الساعه انا ما نقدرش نهبط لتركيا، كنا يلاه جينا والبي ديال تركيا للمغرب كان غالي، كان شي 6000 درهم للواحد ولا مع 5000 درهم. ايوا صافي مشات غير ماما وخويا وبقيت انا. صافي بقينا من موراهم وقيلا شي 6 شهور هكاك 7 شهور وعيطوا عليا القنصليه. صافي ملي عيطوا عليا القنصليه عيطوا عليا قالوا لي راه هذيك الورقه راه خرجت، يعني تقدروا تجيو باش خصكم مثلا. عيطوا علينا اليوم قالوا لنا من هنا اليومين خصكم تكونوا هنا. يعني صافي خصنا نكونوا تما، يعني خصنا نقطعوا الطياره. وعرفتي فاش كتقطعي الطياره من بعد يومين وانت عندك هذاك الموعد كتكون غاليه بزاف. صافي دخل راجلي للسيت ويب ديال الطياره ديال. صافي قلبي كان طالع صراحه شويه جوج ديال لي بي، ولكن قلنا ماشي مشكل المهم تقضى لينا الغرض الحمد لله. صافي ديك الساعه ملي خرجت لينا الورقه صافي مشينا درنا بها العقد في القنصليه. من بعد العقد اللي درنا
دازت شي شهر شهر ونص تقريبا درنا المواجهه. يا البنات باقي الفيديو طويل وصل 25 دقيقه، ولكن ماشي مشكل غنكملوا لكم مازال شويه. قلت لكم صافي درنا المواجهه، كيسولوني كيسولوه. ديك الساعه درنا سميتو في اكادير، في القنصليه ديال اكادير. جاب لي انا مترجم، حيت انا ما كنهضرش الصبليونيه وراجلي كيهضر بالصبليونيه. فكيسولوك والديه، سميت والديه شنو كيعجبو ياكل، شنو الالوان اللي كيعجبوه يلبس، كذا كذا كذا. صافي كتجاوبي على هذاك الشيء. صافي من بعد جاوبونا، من بعد قولوا ديك شهر شهر ونص، باش خرجوا لينا ليبرو فاميليا اللي هي الحاله المدنيه. صافي ديك الساعات كيقولوا لك صافي ها الوراق اللي غتجمع باش تمشي تدفع الفيزا ديالك ديال التجمع. صافي داكشي اللي درنا، جمعنا الوراق وداكشي، مشيت دفعت الدوسي ديالي للبي ال اس. كتخلصي شي 80 اورو، شي 800 درهم وقيله تقريبا ديال الفيزا، وكتعطيهم دوك الوراق. صافي وكيقولوا لك سيري حتى كنعيطوا لك. الصراحه عيطوا ليا شهر بالحساب، عيطوا ليا صيفطوا ليا واحد الميساج في التليفون، وكان فيه بلي راه الباسبور ديال الكواج تقدري تجي تاخديه. كان ديك الساعه نهار السبت باقا عاقله، كنت خدامه في الصالون يلاه كنصايب لواحد البنت الوجيل، ويجيني هذاك الميساج وفرحت. صافي دغيا ساليت ليها داك الوجيل، وانا نعيط لماما قلت لها شوفي راه عيطوا لي البي ال اس، خصنا نمشيو دابا، ما حد مازال ما سدوش حيت السبت كيخدموا غير نص نهار. صافي مشينا دغيا عيطت الامبرايف، مشيت دخلت خديت الباسبور ولقيت فيه الفيزا والحمد لله. وتجمعت مع راجلي وعيطت لراجلي حتى هو كان فرحان 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 بزاف. عيطت لبابا، عيطت لكلشي صراحه. كان هذاك النهار والله عرفتي دابا ما كنعاود لكم القصه. والحميد تبرش عليا وجاوني البكا، حيتاش علاش؟ حيتاش دوزت واحد 5 سنين ونص ولا 6 سنين ديال شنقول لكم عذاب. نقدر نقول لكم عذاب، واخا هو الحمد لله. كان ديك الساعه راجلي فاش كنت في المغرب كان كيجي عندي كل 3 شهور 4 شهور، كيجي عندي المغرب، كنمشيو نسافروا حنا هنا يجيب لي كادو. ديك الساعات المهم كيبان لك داكشي كلشي زوين، الزواج زوين وكلشي، كتعيشي الحياه رومانسيه كلشي زوين. ولكن من كتسناي الوراق، الهضره الناس كتاثر عليك، المشاكل اللي دزت منهم ديال العقل كان صغير. مهم لي انا اي وحده كتفرج في هذا الفيديو ديالي ننصحها، يعني في هذاك العام الاولاني ديال الزواج ولا العامين الاولى، يعني غير صبري، غير صبري وغير تغاضاي على اي حاجه، ما تبقيش كتنكري على اي حاجه كيف ما كنت انايا. ويعني ما عرفتش نقول لك، يعني كل ما امكن انك دوزي الحاجه ولا تصبري غيكون مزيان. فهمتي؟ يعني هذا هو الاهم صراحه. الحمد لله ربي عطاني ولد الناس اللي يعني صبر معايا، وبزاف بزاف ديال الحاجات. يعني واخا نشكر فيه هنايا حتى الغدا ما غاديش نوفيه هذاك الشيء اللي دار معايا هاد ولد الناس هذا. الله يحفظه ويحفظه لوالديه ويحفظه لبنته وليا يا ربي. مهم البنات، باش ندير لكم الخاتمه ديال الفيديو اللي بغيت نقول لكم، هذه هي القصه ديالي. يعني ما داش عليا السهل وما داش عليا القليل، ولكن ربي فاش كيكون مكتاب لك شي حاجه ولا ما عرفت اشنو فين توصلي، راه داكشي اللي مكتاب لك هو اللي كتشوفي. يعني حنا وصلت للطلاق وصلت لكلشي، ولكن مع ذلك الحمد لله ربي بغانا نتجمعوا، بغانا نجي لهنا نولد بنتي. الحمد لله على كل حال. ف كل شيء يعني كل شيء ديال الله، حتى حاجه ما ديال العبد. ولكن ما نبقاوش نديوها في هضره الناس، حيت هضره الناس راه كتدمر بيوت، كتخرج عليك، انت ما كتحسيش بهذاك الشيء، ولكن داك الشيء كيأثر عليك. فاي وحده كنقول لها الله يسر ليك، الله يسهل عليك، الله يجمعك انت وراجلك في اقرب وقت يا ربي، والله يسر ليكم. وهذا الشيء اللي كاين كبدايات. نتمنى القصه ديالي تعجبكم، واخا انا ما كنتش باغا زعما نعاود هذه القصه هذه، ولكن جات الوقت لي انكم تعرفوا. بزاف كانوا كيسولوني كيفاش تركيا، كيفاش اسبانيا، كيفاش الوراق، كيفاش صافي قلت لهم ما نعاود لكم القصه كامله باش تفهموا اشنو كاين. ايوا هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم، في امان الله.